حبايبي ثالث ثانوي عاملين ايه والاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا الناس بتحتاج ان هي تفهمه او تعرف الدنيا فيها ايه. بحيث ايه بالظبط؟ بحيث ان انت ممكن تكون السنين اللي فاتت ما اتدربتش عليه كويس، وانا كده كده كنت وعدكم ان انا هنزل لكم فيديو للموضوع وازاي نعمله. طب يا مستر ايه اللوغاريتمات دي؟ ما تخش في الموضوع كده وانجز. ماشي يا عم. بص يا باشا، انت دلوقتي الرايتنج ايه الدنيا؟ عايز اقول لك ان في ناس كتير جدا جدا، معظم الطلبه هتلاقي ان هي فاهمه كل حاجه يعني في الامتحان، بس موضوع الرايتنج ده معلش جديد عليك وهو لسه متطبق السنه دي. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت يا حبيبي هتبقى مطالب منك السنه دي في اخر السنه ثالثه ثانوي ان انت هتكتب رايتنج، هتكتب مقالي. طب من سنه فاتت، من سنه قبلها ما كنتش بتكتب حاجه، يعني انت كنت باشا. امال كان بيجي لك ايه في الرايتنج؟ كان بيجي لك حاجه اسمها التدريب على او الاسئله على الرايتنج سكيلز. ايه الرايتنج سكيلز؟ اللي هي البنكتويشن ماركس، اللي هي علامات مثلا التنصيص والترقيم والحاجات دي، والكوتيشن ماركس وايه وكل الحاجات دي. ماشي؟ فكان بيجي لك ايه تيست على ده، او كان بيجي لك اسئله على ده والحاجات دي كلها. وطبعا احنا اتدربنا، هتلاقي فيديو فيه 70 سؤال، عايز اقول لك شامل كل حاجه وشامل كل الافكار اللي جت واللي هتجيلك في الامتحان السنه دي، وانا عارف انا بقول لك ايه. طيب النهارده انت جاي ليه؟ طب يا عم هدى عليا، طب قول لي ازاي؟ ماشي، طالعين بقى من عيد وكل سنه وانتم طيبين. انا جاي النهارده اقول لك انت عندك 6 درجات رايتنج. يعني ايه؟ انت هيجي لك يا باشا في الامتحان السائل. يعني ايه السائل؟ يعني كتابه مقال، هتكتب مقال من 180 ل 200 كلمه. ايه ده بجد؟ والله العظيم. هيجي لك اخر سؤال. حلو. طب هيجي لي عن ايه؟ لا المواضيع متعدده، بس هو في الغالب بينحصر في مواضيع معينه. يعني ايه مواضيع معينه يا مستر؟ اي مواضيع؟ لا، مواضيع تبقى انت عارف تكتب فيها. يعني مثلا مش هيجيب لك حاجه مثلا على الجلوباليزيشن، احتباس حراري، الحاجات دي عمره ما يجيبها لك، لان عارف ان انت ما عندكش نوليدج للمعلومه دي. فهمت قصدي؟ الكلايمت تشينج، تغيير المناخ والحاجات دي، هو هيجي لك حاجات الناس عارفاها. تكنولوجي، سوشيال ميديا، بولوشن، ممكن يجيب لك الاونلاين اديوكيشن، اونلاين ليرنينج والحاجات دي اند سو اون. جادت؟ ماشي؟ يعني مش هيجيب لك كده حاجات مش مفهومه، لا هيجيب لك حاجات متداوله فانت تعرف تكتب. طيب انا ما بعرفش اكتب يا مستر، وعمري في حياتي ما كتبت مقال، او بقالي كتير ما كتبتش مقال. طب اكتب ايه ولا ابدا من ايه؟ هو ده اللي انا جاي النهارده اقول لك عليه. هنكتب النهارده مع بعض مقال على السوشيال ميديا مثلا، ايه المزايا والعيوب بتاعتها. ايه ده يعني انت هتكتب كده وخلاص وعلمتني؟ لا يا حبيبي انا مش هعمل كده، ده انت اللي هتمشي معايا واحده واحده. طيب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزك تركز معايا كده وتجيب لي ورقه وقلم وشويه قهوه حلوين كده يا باشا، وتقعد كده معايا ونشوف هنعمل ايه. طيب انت عندك 6 درجات اخر سؤال في الرايتنج، و6 رايتنج سكيلز، 12 درجه على الرايتنج في الامتحان، وعندي 14 درجه على الجرامر والفوكاب. تخيل انت بتقعد تذاكر 12 يونتس عشان تاخد منهم 14 درجه، وبتذاكر الرايتنج في حوالي اسبوع او اسبوعين وبتلم منه 12 درجه. فعايز اقول لك الامتحان بقى يعتمد على السكيلز اكتر. خلي بالك، ما بقاش يعتمد بقى على ان انا حافظ جرامر ولا حافظ فوكاب وهخش ادشهم. ماشي، دي جزء من محيط في الامتحان. طب محيطي ايه؟ السكيلز. 2 كومبريهنشنز عليهم 16 درجه، رايتنج عليه انت متخيل عليه 12 درجه، ترانزليشن عليها 4 درجات، وهكذا قصه وهكذا. فانت خلي بالك، العب على السكيلز، قدامك درجات بتجمعها وتقدر تجيب مجموع كويس قوي، ما تقلقش. بالمناسبه ارجع تاني واقول احنا شغالين مراجعات فين يا مستر؟ في السناتر، في سنتر الراعي، في شبرا، الناس اللي من شبرا، او سنتر مصر. ادي تاني حاجه. طب يا مستر انا بعيد، عندك يا حبيبي منصه ايدورا اونلاين. حلو، كل حاجه موجوده، واحنا بنراجع المنهج مراجعه اخيره في شهر 5. معلش انا طولت عليك بس عشان اقول لك ان الدنيا ماشيه ازاي. احنا دلوقتي في مراجعه زي ما بنقول كده حسب الامور، شهر واحد او شهر تقريبا ونص، شكرا كده خلاص، مش هنقدر نعمل حاجه اكتر من كده. طب احنا بنعمل ايه؟ بنحل امتحانات منين يا مستر؟ من ماي نيو فريند، مع ذكر الحاجه. يعني احنا مش بنحل وخلاص، لا ده احنا بنفسر وبنشرح تاني وبنشرح المنهج تاني، عشان دي خلاص. فشباب بالله عليكم شهر ونص هتحدد مستقبلك. مش هتحدد مثلا مستقبلك لمده يوم وخلاص هترجع، تحدد مستقبل طول عمرك. ركز في الكلمه دي. وعايز اقول لك نصيحه لوجه الله، الناس اللي هتفرح فيك لما تتوجز اكتر من اللي هيفرحوا لك، فالناس مستنياك عشان تفرح فيك. نصيحه من اخوك الكبير، اوعى الناس تفرح فيك،
طب نتوكل على الله ونكتب النهارده او نشوف العنوان بتاعنا وهو الرايتنج. طيب تعالى يا باشا انا هقول لك دلوقتي النهارده العنوان بتاعنا الرايتنج. حلو يا مستر. طيب المستر قال لي انا هتكلم، جالي في الموضوع مثلا بتاعي بيقول لي اتكلم على المزايا والعيوب بتاعه السوشيال ميديا. طيب يجي لك كده بيقول لك ايه؟ رايت ان اساي، اكتب مقال اون على مين؟ الادفانتجز and disadvantages of social media. وانت يا مستر كتبتها في نص السطر ليه؟ يا حبيبي ما هو انت لازم في الامتحان، بس ممكن ما تشدش خالص، ممكن تسيبها زي ما هي. ما انت لازم يا حبيبي تكتب سبجكت، لازم تكتب سبجكت العنوان في النص لما تيجي تكتب في الامتحان. قال لك اكتب على البولوشن، لازم تكتب في نص السطر بولوشن. قال لك الاونلاين اديوكيشن، لازم تكتب عن الاونلاين اديوكيشن في السبجكت، وهكذا. اوعى تنسى. طيب يا مستر حلو، اعمل ايه؟ ابدا فين واعمل ايه وهمشي ازاي؟ قال لك هنا بقى يا باشا انت لازم تفكر انت هتعمل ايه. طيب خد بالك بقى، يعني معلومه بسيطه جدا اللي هي انت فاهم الف ب كده بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تبقى عارفها ان انت الباراجرافز. طبعا الاساي ده عامه بيتكلم على ايه؟ الاساي ده مجموعه باراجرافز بتتكلم عن فكره واحده. يعني البولوشن هتكلم على البولوشن، هقعد اكتب فقرات والفقرات دي كلها بتشمل الموضوع اللي هو الاساي اللي هو البولوشن، يبقى هو مجموعه فقرات بتشمل ايه؟ بتشمل موضوع واحد او فكره واحده، هو ده الاساي. حلو. طيب يعني اكتب 10 فقرات يا مستر؟ يا عم اكتب 100 فقره بس ما يقلوش عن 3، ما يقلوش عن 3 فقرات. يعني الاساي اللي انت هتكتبه يا نجم ما يقلش عن 3 باراجرافز، ما يقلش عن 3 فقرات. ايه ده بجد؟ والله العظيم. طب ايه هم ال3 فقرات يا مستر؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم introduction، بدايه، مقدمه. حلو، شكرا يا مستر. طب تاني حاجه لازم بادي، جسم الموضوع. ايه جسم الموضوع ده يا مستر؟ انت كتبت هنا مقدمه عشان هتتكلم دلوقتي على السوشيال ميديا مزايا وعيوب. طب اديني تفاصيل بقى، خش لي في البادي، هو ده. طيب تالت حاجه اخر حاجه الكونكلوجن، الخاتمه. يعني يا مستر لو انا كتبت 3 باراجرافز اهو، ادي باراجراف 1، ادي باراجراف 2، ادي باراجراف 3. ايه ده يا مستر؟ يعني انا لو كتبت 3 باراجرافز ده كافي؟ كافي جدا. عشان كده في الرايتنج سكيلز، في اسئله الرايتنج اللي بيبقى السؤال المالتيبل تشويسز والحاجات دي، اللي هو السؤال اللي بيكون عليه درجتين، ممكن يجي لك سؤال في الامتحان وتختار الاجابه. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك how many paragraphs should it be included in an essay. How many paragraphs should it be included in an essay؟ كم عدد الفقرات اللي لازم تتكتب في الاساي؟ اتليست 3. ويجيب لك بقى في الاختيارات 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 وهكذا، يبقى الاختيار 3. فانا اديتك سؤال اهو على الرايتنج سكيلز اللي احنا كنا هتلاقي موجود في ال70 سؤال اللي احنا حليناهم. يبقى اتليست 3 فقرات عشان اسميه او اكون اساي. طيب يبقى المستر قال لي انا بكتب انترودكشن وبادي وكونكلوجن. ماشي يا مستر، اكتب ايه؟ حلو. طب وموضوعك ايه؟ موضوعك مزايا وعيوب السوشيال ميديا، مزايا وعيوب السوشيال ميديا. حلو. طيب انت لو رحت كده كتبت، ما هو الناس بتعطل ليه؟ الناس بتقف في الرايتنج بتعطل، ما بتكتبش ليه؟ لان هو ما بيعرفش يقسم. هو بيجي مثلا يكتب ايه ده هيتكلم على مزايا وعيوب السوشيال ميديا، يقول لك ماشي the advantages، المزايا بتاع مثلا the advantages of social media مش عارف ايه، advantages are 1 2 3 والdisadvantages 1 2 3 وهكذا. وهتلاقي مثلا خلص الكلمات بتاعته وافكاره في 50 60 مثلا، في 50 60 words. حبيبي انت عندك 180 ل 200 كلمه، اذا انت مش منظم، انت رميت افكارك كلها في باراجراف واحد، فبالتالي دلوقتي انت مش لاقي كلام تكتبه. فدي مشكله. ليه؟ لان انت رميت كل افكارك وما عرفتش تقسمها. طيب لو قسمت بقى الباراجرافز بتاعتك او لو قسمت الرايتنج بتاعتك، صدقني هتوصل ل 180 و200 و300 واللي انت عايزه، وبكلمات سهله انت اللي هتختارها. طب الكلمات بس اجيبها منين؟ حبيبي من منهجك. امال انا ليه بقعد اعيد وازيد مع طلاب واقول لهم يا جدعان الكلمات، وكل حصه بسمع ليه وبسترس على الكلمات ليه؟ لان الكلمات مفاتيح كتير. الكلمات في امتحانك حبيبي مفاتيح الرايتنج، مفاتيح الترجمه، مفاتيح القطع. انت بتتكلم، انت تقريبا جبت 35 كده من 50 كلمات بس.
فما ينفعش ما تبقاش حافظ كلمات. الرايتنج يا حبيبي تكتبه ازاي؟ لازم تبقى حافظ كلمات، ولازم تبقى حافظ دي فيرب ولا ادجكتيف ولا ناون ولا اسم ولا صفه وهكذا. فده مهم جدا حفظ الكلمات ده. عايز اقول لك يكاد يكون 85% هو اهم حاجه في الرايتنج، ما تنساش. ماشي؟ طيب المستر قال لي انترودكشن وبادي وكونكلوجن، يعني مقدمه وجسم الموضوع وخاتمه. حلو. وقال لي انت يا حبيبي انت هتكتب لي من 180 ل 200 كلمه. جميل يا مستر. وانت لما حصرت افكارك رحت دششها مره واحده خدت لي من 50 ل 60 كلمه. اذا اصلا انت لو في الامتحان لو الموجه او الناس اللي بتصحح علمت الامتحان ولقيتك كاتب من 50 ل 60 عايز اقول لك مش تديك 2 من 6. طبعا مش تديك 2 من 6، ما هو ده كده مش كافي، ده مش واصل يا راجل للنص. انت متخيل؟ فده طبعا مشكله، والناس بتقابل المشكله دي في الرايتنج بتاعتها. طيب انا بقول لك المشاكل واللي ممكن يواجه الناس. على فكره انا عايز اقول لك بالمناسبه احنا سواء في السنتر او سواء اونلاين كل حصه بناخد توبيك جديد بنكتب فيه، ولازم اصححه ولازم اقول اخطاء ولازم ادي فيدباك اقول لك ده حلو ولا وحش، وحلو ليه ووحش ليه. ما اقدرش ان انا اجاملك هنا، احنا في وقت ما ينفعش اجاملك. طب اشتغل عليه ما اشتغلش عليه وهكذا. طيب تعال نشوف هنعمل ايه. بص يا باشا المستر قال لي طب خلينا اكتب ايه السبجكت تاني the advantages and disadvantages of social media. ده السبجكت بتاعي. طيب بص يا حبيبي لما تيجي تكتب حاجه عامه موضوع ايجابي موضوع سلبي، لان خد بالك ممكن يجي لك موضوع ايجابي بس بوزيتيف، ممكن يجي لك موضوع سلبي بس. طب موضوع ايجابي زي ايه مثلا؟ موضوع ايجابي زي السبورت، طب ما دي ايجابيه. ماشي. موضوع ايجابي زي مثلا هو از يور رول موديل، حاجه ايجابيه. موضوع سلبي زي ايه؟ زي البولوشن، تمام، زي السايبر بولينج التنمر الالكتروني، يعني فيها نيجاتيفيتي اعلى سلبيه، يكاد يكون اصلا هي سلبيه. وممكن يجي لك حاجه بقى دبل ايدجد ويبن. يعني ايه دبل ايدجد ويبن يا مستر؟ سلاح ذو حدين. يعني ايه برضه؟ يعني فيها ايجابيات وسلبيات. زي الموضوع ده، ما هو الموضوع السوشيال ميديا ده فيه ايجابيات وسلبيات. حلو. طب يا مستر يعني اعمل ايه؟ قبل ما تكتب يا باشا الموضوع بتاعك لازم ترسم حاجه او تبقى في حته اسمها البريبريشن ستيج، في مرحله التحضير. يعني ايه مرحله التحضير؟ يعني استنى والنبي ما تكتبش. امال اعمل ايه يا مستر؟ اعمل لي مايند ماب. ايه المايند ماب دي يا عم؟ بص يا عم اعمل لي كده واكتب لي ده هنا. ماشي؟ طيب وطلع انت دلوقتي هتتكلم على المزايا والعيوب بتاعه السوشيال ميديا. طيب خد بالك وده موضوع تعمل فيه كده، اوعى تفكر الموضوع ده بس، لازم تعمل مايند ماب. المستر قال لي مزايا وعيوب او التوبيك جه قال لي مزايا وعيوب. حلو. ادي مزايا هعملها هنا، هطلع اتليست 3 مزايا وفي المقابل 3 عيوب. طب عندي 10، اكتب 100 براحتك. بس خد بالك بقى انا مش عايزك تأفور في الكتابه كتير، لان انا مش عايزك تتلخبط، لان كل ما كتبت كتير جدا هتبدا هنا الميستيكس بقى ايه تتشاف. فكافي ووافي وشكر، حتى الجمل ما تطولش عشان ما تعرضش نفسك لان انت ممكن تغلط. تمام؟ طيب يبقى دي السوشيال ميديا. ماشي. السوشيال ميديا مستر قال لي فيها مميزات وفيها عيوب. حلو يا نجم. طيب زي ايه؟ تعال نشوف زي ايه في السوشيال ميديا ممكن يكون فيها مميزات. وانت في الامتحان هتقول لي يا مستر يعني انا في ورقه الاجابه هرسم كده؟ اوعى ما ترسمش كده، ده حاجه ليك انت بره في دماغك. تمام؟ هي دي اسمها برين ستورمنج، العصف الذهني. الكلمه دي عندك. يعني ايه العصف الذهني؟ بتعصر دماغك عشان تطلع افكار وبعد كده تكتب، يبقى ما تتسرعش. تمام؟ افكرك تاني ان انت عندك انترو وبادي وكونكلوجن. لازم ستيك بالحاجات دي، لازم تبقى واخد بالك منهم. طيب ماشي يا مستر. السوشيال ميديا ايه المميزات؟ المميزات في السوشيال ميديا انا من وجهه نظري، وانت ممكن تكون تتفق او تختلف برضه هنشوف، ولو انت عندك حاجات غير ان انا كاتبهم اكتبهم انت. حلو. طيب انا ممكن السوشيال ميديا ان انا مثلا communicate with people. حلو يا مستر. انا بتواصل مع الناس. ماشي. يبقى انا بتواصل مع الناس عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق البرامج اللي موجوده فيسبوك وتليجرام واتساب and so on. حلو. طب ايه تاني يا مستر؟ والله يا باشا انا ساعات كده في ابلكيشنز على السوشيال ميديا بكون منها
اصدقاء جداد. الله عليك يا مستر، ده انت كاتب لي ميك. ايه ده، هي ميك بتاخد فريندز؟ والله العظيم عندك في اليوم ميك نيو فريندز، اوعى تقول دو. حلو، يبقى انت بتكون صداقات جديده عن طريق السوشيال ميديا. ايه تاني ممكن تعمل؟ ايه تاني ممكن تعمل؟ اكستشينج، ماشي، لللانجوجز. تمام. يعني ايه يا مستر؟ والله ممكن في ناس بتستخدم الفيسبوك والسوشيال ميديا عامه عشان تتبادل اللغات. اتعرفت مثلا او تعرف على واحد امريكي وبدات ايه يتبادلوا اللغات، فدي حاجه مفيده جدا اون يور سايت في صالح. طب وممكن يكون ايه زي ايه؟ ممكن اقول لك مثلا learn new things، تتعلم اشياء جديده. زي مين؟ زي اليوتيوب. مش اليوتيوب انت بتخش عليه عشان تعرف حاجات جديده؟ ما هو من السوشيال ميديا. يبقى دي مميزات. عرفت؟ انت كده طلعت الافكار اللي من خلالها هتبدا تكتب. طب والعيوب بقى؟ انا بالنسبه لي شايف sometimes، في بعض الاحيان، ان هي waste of time، تضييع وقت. ماشي يا مستر، waste of time. ساعات السوشيال ميديا بتبقى تضييع وقت، حصل، وبتخليك ان انت مشتت وقاعد سايب الدنيا كلها وبتلعب وما بتذاكرش وبتسقطك، فدي مشكله، سلبيات. ايه تاني يا مستر؟ ممكن تكون سايبر بولينج، كلمه عندك يا نجم في المنهج، التنمر الالكتروني، سايبر بولينج. تمام، فدي بالنسبه لك دي يعني زي ما يقول باستيكل او عائق ممكن يحصل. طب ايه السايبر بولينج ده يا مستر؟ تنمر الكتروني يعني ايه؟ الناس الهاكرز اللي بيهاك الموبايلات والاكونتس والحاجات دي، ما دي مشكله. معلش في ناس كبار ما بيعرفوش يستخدموا السوشيال ميديا، فبالتالي المشكله عندهم ان هم مثلا تبعت لهم لينك يخشوا عليه، تم اختراق جهازهم، انا عايز فلوس عشان ارجع وليله. وده اسمه سايبر بولينج. مش شرط التنمر، مش شرط التنمر اللي بنشوفه في الشارع، ما هو ده اسمه برضه يعتبر اسمه سايبر بولينج، تنمر الكتروني. طب ايه تاني؟ ممكن يا باشا كده انت قلت ويست اوف تايم، ممكن تقول سايبر بولينج. ايه تاني سلبيات السوشيال ميديا؟ الوحده يا نجم، بي لونلي، تبقى قاعد مع 500 واحد ولا انت شايفهم ولا الهوا، انت شايف الموبايل وشايف اللابتوب وقاعد في حالك مالكش دعوه بحد، فبالتالي عزلك عن العالم. ايه ده بجد؟ طبعا. مش ده اللي بيحصل؟ ما هو ده اللي بيحصل طبعا. يبقى الحاجات دي ايجابيات والحاجات دي سلبيات. حلوه مثلا كده انت بدات تكتب او بدات تعرف ان انت الموضوع اللي هتتكلم عليه الادفانتجز والديسادفانتجز اوف سوشيال ميديا. ماشي، ادي ايجابيات وادي سلبيات. كده ده اسمه البرين ستورمينج ستيج، مرحله العصف الذهني خلصت. ابدا اكتب بقى. حلو، تشيل لي بقى الافكار دي على جنب ونبدا نمشي واحده واحده. طيب تعالى كده اقول لك الانترودكشن ممكن يتكتب فيها ايه. المقدمه ماشي، لازم يبقى فيها حاجتين. يعني ايه يا مستر يبقى لازم يبقى فيها حاجتين؟ هو لسه بليز ويت. ماشي طيب، المقدمه لازم يبقى فيها حاجتين، ما ينفعش ما يبقوش فيها. انا هقول لك دلوقتي، انا مره قريت في مجله عربي مقال عن مزايا وعيوب السوشيال ميديا. تمام، قريت مقال بالعربي في مجله. طيب لقيته ماشي ازاي بقى، وهو ده اصلا اللي بيحصل، هو مجله مشهوره، وهو ده اللي لازم تعمله، ان هو لازم يكتب انترودكشن، والانترودكشن لازم تبقى واضحه. طب الانترودكشن كان فيها ايه؟ وده اللي بيتطبق في الانجليش، لازم يبقى فيها حاجتين، حاجه اسمها هوك وحاجه اسمها ثيسز. يا مستر اللوغاريتمات اللي بتكتبها ايه هوك هم دول كلمات انجليزي؟ والله بص يا نجم، هوك وثيسز. هوك ده يا باشا من الاخر، اما تيجي تقرا مجله او كتاب كده انت بتحبه، لما انت دلوقتي او هقول لك حاجه، مقال بالصدفه شفته وعايز تقراه، بالنسبه لنا وبالنسبه للجميع، ان انت الاول جمله او جملتين لو اتكتبوا بطريقه جامده، هو ده اللي هيشد القارئ وهيخليه يكمل التوبيك بتاعك. اذا اللي اتكتب ده وشدك واصطادك اسمه هوك. ايوه، يعني انت عايز ايه يا عم انت؟ الهوك ده حبيبي اسمها attention grabber، اللي هو انت باخد انتباهك يا نجم عشان تبدا تكمل قرايه المقال. هو ده الهوك. يعني ايه برضه؟ يعني لازم السنتنس بتاعتك تبقى interesting كده، حاجه حلوه، معلومه، سؤال، ابدا باي حاجه تكون تخطف انتباه الناس. ماشي، وده اللي اسمه هوك. يبقى الانترودكشن بتاعتي ماشي. طيب
يبقى احنا قلنا الانترودكشن فيها هوك وفيها ثيسز. طيب زي ما قلت لك الهوك ده attention grabber، يعني انت لازم تخطف الانتباه او تجذب الانتباه. يعني لو الاول حته في المقال عندك مجذبه كده، هتلاقي الناس بدات تقول لا ده انا هكمل قرايه. هو ده الهوك. طيب الهوك ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى سؤال، ممكن تبدا المقال بسؤال. ايه ده بجد؟ طبعا. وايه تاني؟ ممكن تبدا المقال بتاعتك بكوت، بحد قال حاجه اقتباس، زي غاندي، زي شفت اللي هو اللي قال لك لا اسمع حاجه ولا مصطفى، هو نفس الكلام. تاخد الحاجه وتكتب اسمه وكذا. ممكن تبدا بدايه، طب خلينا اكتب. انا هقول لك بس ممكن تعمل ايه. يبقى ممكن تبدا الهوك بتاعتك مثلا او الاساي بتاعتك ب interesting sentence. افتكر ان كان حد كاتب لي هوك حلو قوي قوي، لسه فاكره لحد النهارده كنت بصححه. كان بيتكلم على السوشيال ميديا، وكان بيقول لك هو بدا الجمله I am burning. هو بدا كده بالظبط. بص انا لقيته كاتب لي كده I am burning، وراح عامل لي نقط كده. فانا I am burning ايه يا عم انت بتحترق؟ بولع. راح عامل لي ازاي بقى؟ I am burning with social media. يا ابن اللعيبه. يعني هنا كلمه burning ما جاتش بمعنى يحترق. كلمه burning جت بتاع انا مولع بيه، انا بحب السوشيال ميديا. خدت بالك؟ فده اسمه الهوك. بص interesting sentence شدتني وشدتك انت كمان، صح ولا غلط؟ يبقى الموضوع مختلف تماما. تيجي رايتنج انت في ثالث ثانوي، بعد كده الرايتنج ده مهم جدا في حياتك. يبقى انت ممكن تبدا بانترستنج سنتنس، ممكن تبدا بكويستشن. Have you ever مثلا كذا 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 traveled? Did you know that 1 2 3 do you know that؟ سؤال عادي جدا. معلومه عامه، ممكن تبدا بمعلومه عامه، ممكن تبدا بحقيقه fact او facts، تبدا تديني حاجه حقيقيه. do you know that مثلا فيسبوك users are مثلا كام بليون؟ لو انت تعرف يعني. طب ما اعرفش، اكتب اي حاجه. ممكن تكتب كود، ماشي. فالحاجات دي كلها تنفع. ليه؟ عشان اشد انتباه، اجذب انتباهك. فدي اللي اسمها الهوك interesting. تمام؟ يبقى attention grabber، ان انا بخطف انتباهك. طيب دي كده الهوك. بيجي لك بعد كده حاجه اسمها thesis. هو ايه ثيسز ده يا مستر؟ يعني ايه ثيسز؟ انا دلوقتي في الانترودكشن، مش انا دلوقتي في الانترودكشن؟ اذا الثيسز في الانترودكشن. حلو يا مستر. فين الثيسز؟ بحط فين بص الثيسز ستيتمنت دي جمله بتتحط في الانترودكشن، والجمله دي يا باشا دي اللي بتقول للقارئ اللي انا هكتبه تفصيليا تحت. يعني انا هاجي كده في اخر الانترودكشن او البدايه بتاعت في اخرها، اخر جمله كده، واحنا زي ما احنا عارفين ان السوشيال ميديا ليها مميزات وعيوب. اذا كده هي دي الثيسز ستيتمنت، ودي اللي جت في اخر الانترودكشن، ودي اللي بتقول للقارئ اللي بيقرا ان هو الخط ده او السطر ده هو ده اللي انا هتكلم عليه تفصيليا تحت. فين تحت ده؟ في البادي، في جسم الموضوع. زي ما انا قريت في المجله زي ما قلت لك ان هم كانوا كاتبينها السوشيال ميديا مش عارف اثرت على العالم وكذا كذا كذا في الانترودكشن، ونحن نعلم انها طبعا ان لديها المزيد من او حاجات من المميزات. طبعا انا ما اتذكر يعني، وبالرغم من ذلك لديها بعض من العيوب وكده. وراح نهي الانترودكشن وساب سطرين كده، وراح بدا يكتب جسم الموضوع. فانا كده فهمت ان اخر جمله دي كان اسمها ثيسز، لان انا كده عرفت ان هو هيتكلم بالتفصيل تحت عن المميزات والعيوب. وصلت يا باشا؟ دي الثيسز ستيتمنت. طيب يعني يا مستر انت كده كتبت لي الانترودكشن والهوك. الانترودكشن فيها هوك وفيها ثيسز، فيها حاجه ثالثه؟ والله ما عايز منك حاجه. هو ده يا باشا اللي انا عايزك تعمله بالظبط في الانترودكشن. طب ما تيجي نكتب سوا. طب اقول لك على حاجه حلوه، تعالى لو جالك موضوع فيه مميزات وعيوب هديك انترودكشن تحفظها تخش تكتبها ومش هتلاقي فيها غلطه ان شاء الله. طيب تعال نجرب يا عم. نبدا كده مع بعض. مثلا زي ما قلت لك لازم تكتب السبجكت هنا، العنوان ما تنساش اللي هو the advantages and disadvantages of social media. لازم اوعى تنسى. طيب تعالى بقى نبدا اكننا هنكتب. انا همشي معاك وهقول لك على حاجه، هنمشي بكلمات سهله جدا انت عارفها. طيب
ممكن ابدا بايه بقى؟ لازم في حاجه اسمها اندنتيشن. اندنتيشن دي معناها ايه؟ اندنتيشن دي معناها بتسيب كده على قدر من 3 ل 4 كلمات فاضي، او يعني 2 3 سم. ايه ده وانا هقعد اقيس؟ يا عم ما تقيس، بس انت ما تكتبش من اول الورقه، سيب لي بس مسافه اسمها اندنتيشن. طيب انت هتسيب مسافه كده شويه وهتبدا من هنا. ايه؟ اكتب اللي انا بقول لك عليه ده عشان تحفظه معايا. هتبدا لو زي ما قلت لك الموضوع فيه مميزات وعيوب، يعني محايد. حلو. no one can deny، لا احد ينكر that no one can deny، لا احد ينكر بان، وتحط هنا طبعا انت مش تعمل ده، بس انا بقول لك انت هتحط هنا كده الموضوع. حلو. الاونلاين اديوكيشن ليها مميزات وعيوب. ايه ده هو التعليم فيه مميزات وعيوب؟ الاونلاين، لان الاونلاين الاديوكيشن حلو وبيسهل لك الدنيا، بس ممكن ايه ما تنتبهش والحاجات دي، فممكن يكون برضه في عيوب. فده ممكن اكتب نفس المقدمه وهتكتب هنا العنوان، يبقى no one can deny that. انا المفروض هنا اكتب ايه؟ السوشيال ميديا لا احد ينكر بان السوشيال ميديا مالها بقى is a double ماشي يا مستر edged weapon. يعني ايه يا مستر double edged weapon؟ يعني سلاح ذو حدين. بجد اقسم بالله سلاح ذو حدين، يعني مميزات وعيوب. طيب this means ده يعني that، وتحط هنا اسم الموضوع. يعني المفروض اكتب هنا سوشيال ميديا، ده بيعني that social media has many مثلا benefits يا عم. ماشي؟ many benefits and some people think، يعتقد some people think أو believe يعتقد that it's not، لا ما فيهاش مزايا. ماشي؟ تروح انت بقى انت دلوقتي هتتكلم تحت على المزايا والعيوب. so social media has advantages and disadvantages. سلام عليك يا مستر. يعني ايه ده بقى اللي انت كتبته؟ بص يا باشا، اي موضوع فيه ايجابيات وسلبيات جالك ان انت هتكتبه في المقالي في ثالثه ثانوي او في عايز اقول لك في اي سنه، مميزات وعيوب، اكتب له ده. طب ما تيجي تعد كده هتلاقي ما شاء الله دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. انا هديتي النهارده ليك 32 كلمه ببلاش. من كام؟ من 180. تخيل 32 كلمه ببلاش، اي موضوع فيه اجابات وسلبيات تكتب ده. يبقى no one can deny، لا احد ينكر that. ماشي. that mean اكتب الموضوع. that social media حلو. that online education، اي موضوع فيه ايجابيات وسلبيات. is a double edged weapon، سلاح ذو حدين. this means that، ده يعني ان السوشيال ميديا has many benefits and some people think that it's not، لكن بعض من الناس شايفين ان لا ما فيهاش مميزات. so social media has advantages and disadvantages، لذلك ان السوشيال ميديا ليها مميزات وعيوب. ماشي؟ يبقى انت كده بالتالي كتبت الانترودكشن بتاعتك وقلت انا عايز اعلم لك هنا من اول هنا كده. تمام؟ خلينا نمشي كده. انت هنا قلت للي القارئ دي اسمها الثيسز، دي الثيسز بتاعتي يا باشا، لان انا هتكلم على دي بالتفصيل تحت، ما انا هتكلم على مزايا وعيوب. امال دي ايه؟ دي الانترودكشن بتاعتك اللي كان فيها اهو. هتقول لي يا مستر طب انا ما خطفتش يعني ما خطفتش انتباهي قوي. عادي. طب ما دبل ايدجد ويبن، سلاح ذو حدين، كلمه جميله. ايه ده سلاح ذو حدين؟ يعني ايه؟ هو سلاح بيضرب؟ متخيل؟ ممكن يفتكر كده، فبالتالي هكمل قرايه. يبقى دي تحفظها وان شاء الله باذن الله مفيش حاجه فيها غلط باذن الله. ماشي؟ طيب يبقى دي الثيسز بتاعتك ودي الانترودكشن. حلو يا نجم. طيب ممكن نعمل ايه بقى؟ تعالى مثلا نمسح
المستر دلوقتي قال لي انت كتبت يا باشا الانترودكشن بتاعتك، هخش فين؟ هخش في المزايا. المزايا لو تفتكر كده من شويه ان احنا كانت اول ميزه لو تفتكر ان احنا بنقول ايه؟ communicate with people، صح كده يا باشا؟ طب ما تيجي بقى نكتب عليها جمله. طب عايز ابدا انا دلوقتي هكتب ايه بقى؟ هكتب مثلا انا طبعا ادي كده الانترو، سيب لي سطر عشان تكتب بقى بادي 1 هتكتب فيه المميزات. خد بالك اوعى يعني موضوع فيه مميزات وعيوب، اوعى تكتب المميزات والعيوب في فقره واحده. اكتب المميزات في فقره ودعمها بحاجات حقيقيه. وده لو تفتكر كان حاجه اسمها supporting sentences، هتلاقيها فين؟ في الفيديو بتاع اليوتيوب اللي موجود فيه طبعا writing skills. supporting sentence دي معناها بتقول ايه؟ بتقول ان انا بدعم الفكره، ان انا مثلا بقول لك ان ليها مميزات زي 1 2 3، لازم تقول لي مثل كذا. ويا سلام بقى لو انت حطيت لي حاجه حقيقيه، يعني مثلا زي الفيسبوك زي وهكذا، لازم تحط حاجه دليل قوي. الا بقى اذروايز ان انت هتلاقي ان المقال بتاعك انت عمال تقول ده ليها مميزات وليها ولا، طب فين؟ انا عايز امثله. يبقى ده بيقوي المعنى بتاعك وبالتالي يديك درجه اعلى. طيب انت هنا بتقول ايه؟ يعني communicate with people، ماشي. انا ممكن اعمل جمله عليها، ممكن اكتب مثلا people، مثلا الناس يستخدموا السوشيال ميديا، حلو، to communicate with people أو with others، مع الناس التانية أهي. يبقى people use social media to communicate with others، ماشي. so لذلك it becomes easy to call someone. حلو قوي. يبقى it becomes easy to call someone، يبقى دي اصبحت ايه؟ اصبحت الدنيا سهله ان انت تكلم حد. طب عايز تقول مثلا زي ايه؟ using مين مثلا؟ some applications او apps. حلو، كلمات من عندك، كل الكلمات دي من عندك، من طبعا من المنهج بتاعك. some application such as فيسبوك. شفت انت بتدعم دلوقتي فكرتك، تمام؟ يبقى انت دلوقتي بتقول ان بالنسبه للكوميونيكيشن يبقى السوشيال ميديا ان هي الناس بتستخدمها عشان يتم التواصل مع الناس، تمام؟ فبالتالي الموضوع بقى سهل. فدي كده اول ميزه. ماشي، عايز تخش في حاجه ثانيه بعد كده بقى بيجي لك ايه؟ سكندلي، ثانيا. ماشي يا مستر، ثانيا ايه المميزات؟ احنا كتبنا من هناك في المايند ماب لو تفتكر، اللي هي في البرين ستورمنج ستيج، العصف الذهني، ان احنا قلنا ايه؟ بتعمل اصدقاء جديده. طيب سكندلي، شفت بقى؟ خد بالك الترانزيشن ووردز اللي هي ايه بقى؟ وكمان اللينكينج ووردز مهمه جدا، اللي هي فيرستلي، سكندلي، furthermore، موروفر. كل ده في المذكره اللي هو ايه؟ بالاضافه الى علاوه على ذلك. عايز اقول لك دي بتعلي درجه الرايتنج بتاعتك بطريقه رهيبه، لان بتوري اللي بيقرا ان انت فاهم وعارف تقسم ومريحني في التصحيح. بص الراجل كاتب ايه؟ كاتب انترودكشن اهو، وساب لي سطرين، وراح كاتب ايه؟ بادي 1 اللي هي الايجابيات، وكاتب لي فيرست وسكندلي، وبعد كده نزل في باراجراف تاني كاتب سلبيات. طبعا اللي هو ايه؟ على عكس ذلك، وبالتالي فدي الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. فسكندلي، طيب سكندلي يا مستر كوما، ماشي. البنكتويشن ماركس بقى، علامات الترقيم، لازم تبقى فاهم الدنيا، موجود كل ده واصلا شرحناه وبنشرحه مع عاده المنهج. سكندلي، ماشي. ثانيا ان people، الناس can make new friends. حلو، الناس بتكون اصدقاء جديده مثلا. طب زي ايه مثلا؟ on Facebook and from، ومن اي مكان في العالم او من العالم كله، from all over the world. ماشي. يبقى الناس بتكون صداقه في جميع انحاء العالم، ممكن عن طريق الفيسبوك، تمام؟ so you will become، فانت كده هتصبح بقى ايه؟ engaged، يعني في activities هتعملها بقى engaged online.
فانت بالتالي كده اونلاين بقى تبقى خلاص ليك معارفك وناسك وحبايبك كتير، فدي ميزه برضه حلوه يا عم، تعرف ناس جديده. حلو، بدل ما احنا قاعدين معاك 24 ساعه اللي هو انت خلاص زهقت مننا. ماشي، فبالتالي ان انت تبدا تتكلم ايه، يعني انت تعرف ناس جديده، عايز مثلا تروح تلعب حاجه اونلاين تشوف الحاجات دي، بدل ما بتروح مثلا تلعب كوره تقعد تتعلم برضه على توتي، نفس الكلام، فاروح العب كوره اونلاين. انا زهقت برضو من ان احنا بنخسر في الاخر بيرجع يزعل، طبعا الشبكه بتسلم. طيب يبقى you will become engaged online. حلو قوي، دي كده معلومه. يبقى انت اديت معلومه واديت مثال عليها، انت قلت الفيسبوك، فانت كده بتقول لي ان انا الرايتنج بتاعي قوي لان انا بسبورت او provide you with information او with real examples. يعني انا بس مش بكتب وبقول لك اي كلام في الاول، لا ده انا بديك امثله حقيقيه، بقول لك الفيسبوك، يعني انت متخيل؟ فالموضوع هنا بقى احسن بكتير. فانت لو عديت كده هتلاقي ما شاء الله احنا كتبنا حبه حلوين. طب عايز اكمل عادي، طب مش عايز اكمل، حلو قوي كده، دي المميزات. تعالى بقى نخش كده، انت كتبت introduction في باراجراف ورحت ساب سطر او سطرين ورحت كاتب بعد introduction البادي كان فيه ايه؟ متقسم لمميزات وعيوب، كتبت مميزات في بادي او في باراجراف، تمام، وكتبت امثله، دعم فكرتك بامثله، اوعى تنسى حاجات حقيقيه، امثله، كل الحاجات دي بتخلي الرايتنج بتاعك قوي، تمام. وطبعا حاجه اسمها كوهيرنت، متماسك. خد بالك، ماشي. عايز ابدا اروح في باراجراف تاني بقى، اسيب سطرين كده واخش في العيوب بقى. طب اخش في العيوب، انا عايز اكتب بقى ايه؟ عايز دلوقتي اعمل كونتراست، عايز اعمل بقى ايه؟ ومع ذلك ان لها عيوب، وبالرغم من ذلك لها عيوب، ومش عارف ايه لها. شوف انا اعمله بالرغم من ذلك وعلى الرغم من ذلك وغير وهكذا. فالحاجات دي بقى انت عايز حاجه اسمها كونتراست، يعني تعاكس. طب منها الكلمات اللي ايه؟ هتلاقيها ان احنا حلينها برده في الفيديو اللي موجود فيه ال70 سؤال. ماشي، طيب تعالى نمسح بقى. حلو، يعني انت دلوقتي هتخش في السلبيات، هتسيب الاندنتيشن زي ما قلت لك. ممكن تكتب on the contrary، وبالرغم بقى من كده او على عكس كده كوما، تبدا بقى تكتب بقى on the contrary. مستر صعبه عليا مش هحفظها. طيب ممكن تكتب ايه؟ although social media has lots of advantages. طبعا انت هتقول لي يا ابن اللعيبه مثلا انا اكيد هختار اللي تحت، ليه؟ ما فيها كلمات كتير، ما انا عايز انجز، عايز الم درجات. صايع انت. although social media has lots of advantages كوما، بالرغم من السوشيال ميديا ليها مميزات كتير. ممكن اكتب ايه بقى؟ it also has disadvantages، ولكن يوجد بها العديد من العيوب. هتقول لي ايه ده lots of دي يا مستر بتاعتي؟ هي ايه lots of دي؟ حبيبي في يونت 9 كلمه lots of بتساوي a lot of. ايه ده يعني انا لو كتبت a lot of صح؟ والله الاثنين صح. طب في فرق؟ لا، هي في فرق بين بس فورماليتي وانفورماليتي، رسميات وغير رسميات، مالكش دعوه. اكتب lots of عايز، اكتب a lot of عايز، براحتك، تمام. يبقى although social media has lots of advantages it also has disadvantages. يبقى بالرغم من السوشيال ميديا ليها مميزات برضه ليها عيوب. حلو، طيب ليها عيوب زي ايه؟ احنا كنا كتبنا في المايند ماب لو تفتكر او waste of time، تضييع وقت. طيب ما تيجي قول لي بقى، ما انت قلت لي عيوب زي ايه؟ اعمل بقى ايه؟ ابدا جمله جديده، اقول مثلا ايه؟ sometimes، في بعض من الوقت، ماشي، people waste، يضيعون بقى، waste their time، بيضيعوا وقتهم. حلو، on social media، عن طريق ايه؟ عن طريق اسمها باي، عن طريق باي بتيجي وراها اي ان جي. باي دوينج بيعملوا ايه بقى؟ باي دوينج ايه؟ nothing، باي دوينج nothing. ماشي، يعني ما بيعملوش حاجه، ما بيعملوش اي حاجه. ماشي، they only، ماشي، they only see people's posts، بس بيتفرجوا على البوست بتاعت البيبل بس كده. يبقى دي اهي نهيت هنا. يبقى دي كده من العيوب. العيوب انت بتضيع وقت، ما بتعملش حاجه،
تمام. ممكن تزود سطر تقول ايه تاني؟ and they forget مثلا their duties، كلمه duty عندك في المنهج، وبينسوا بقى ايه التزاماتهم اللي هي عليهم، زي مثلا زي المذاكره such as مثلا their study، انت فاهم قصدي، مثل ايه مذاكرتهم وهكذا. فبالتالي انت بتدي برضو مثال حلو قوي. فانت بالنسبه لك انت كتبت هنا يعني السلبيات، وواحده منهم دي واحده من السلبيات. طب ما تيجي نكتب ايه؟ انت كتبت لها مستر هناك ان هي مثلا انت بتشعر بالوحده، السايبر بولينج. طب تعال نكتب بشعر بالوحده. طيب بشعر بالوحده انا مثلا ايه؟ some people، بعض من الناس. طب يا مستر انا زهقت من كلمه people بقى، ما تغير، ما انت علقت على people. ماشي يا عم، اكتب some users، بعض المستخدمين. فهمت قصدي؟ عادي جدا تمشي. يبقى some people صح، some users صح، some بس صح والله. يبقى some اصلا ممكن تيجي في الاول عشان تحل محل ناس جمع. يبقى some users، بس انا بديك some users او some people عشان بدل ما تكتب some بس بديك يا عم كلمتين عشان يبقوا كلمتين. ما يلا عايزين نوصل لل 180 ماشي. يبقى some users مثلا ماله؟ keep بيجي وراه اي ان جي. افتكر بقى الدرس بتاع المصدر يونت 5 تو المصدر ولا اي ان جي، هتلاقي كيب من الافعال اللي بيجي وراه اي ان جي. كله منهجك. شفت كلمات المنهج بتعمل فيك ايه؟ هو ده نجم اللي بقول لك عليه. يبقى كيب سام يوزر بيفضلوا كيب يوزنج، بيفضلوا يستخدموا سوشيال ميديا. ماشي يا مستر. all the time، طول الوقت. ماشي. and prefer، وبيفضلوا to stay alone، وبيفضلوا يقعدوا لوحدهم. طب ده مستر ممكن يؤدي لايه؟ ممكن يؤدي لاكتئاب، ممكن يؤدي لانتحار. طيب انتحار مش عندك في المنهج طبعا. committed suicide مش عندك، ما اعرفهاش. طب انا عندي اكتئاب في المنهج يا حبيبي، عندك depression. يبقى depression اكتئاب، ممكن يؤدي لdepression. that might lead to، ممكن ربما يكون depression. طب انا مش فاكر lead to، result in يقود او يؤدي الى عندك في المنهج. انا بجيب لك حاجات من المنهج. شفت انا عمال اربط لك المنهج بيك اهو، المنهج كله هو معاك، انا عمال اكتب لك رايتنج من المنهج كله ماشي. طيب يبقى lead to depression and other، وبعض diseases، وبعض الامراض الاخرى. other diseases، ما اعرفش يا مستر diseases رغم ان عندي other illnesses، بعض الامراض. شكرا، حلو قوي كده. يبقى دي عيوب. عايز تكتب العيوب التانية اللي احنا قلناها، ان انت مثلا people might get hacked، ان ربما ان هم يتهكروا مثلا by hackers and they are required مثلا to pay money to be free. اكتب يا باشا. لو عايز تكتب التالتة، عايز تكتفي بدول اكتفي. حلو. يبقى انت كتبت كده اول حاجه باراجراف في الانترودكشن بتاعتك. الانترودكشن كان فيها هوك وثيسس، ادي واحد، وانا حفظتك الانترودكشن. الموضوع لازم يبقى فيه ايجابيات وسلبيات. بعد كده تخش بادي 1. بادي 1 اللي هو فيه ايجابيات كتبتها مع امثله supporting sentences. طيب العيوب كتبناها باراجراف لوحده. ايه هو العيوب والامثله؟ يجي لك بقى اخر حاجه. طب انا عايز اكتفي يا مستر وعايز اختم. اختم يا نجم، ما انت خلاص هتعمل ايه تاني؟ طب عايز ازود تاني مزايا وعيوب، زود تحت براحتك، بس اختم بقى. مش عايزك الموضوع يطول منك قوي عشان ما يبقاش فيه اخطاء، او ما يبقاش فيه ان الموضوع يكون لا هنا ده انا جبت له غلط حاجه من تحت. لا، اكتب على القد، او اكتب اللي هو المطلوب منك. تمام. طيب يبقى انت كده كتبت ايه؟ الديسادفانتجز. هنيجي بقى بعد كده في الكونكلوجن تو سم اب. عشان انهي. ما مستر مش فاكرها يا ابني، ما انا بديك عشان تبقى 3 كلمات. اكتب يا عم فاينلي. حلو. مش فاكرها يا راجل، مش فاكر فاينلي. at lastly eventually. ماشي. to sum up finally at lastly eventually at the end. كل ده يا نجم خاتمه. احفظ اي واحده منهم. طب بتحفظ ايه بقى؟ مني انا نصيحه مني، احفظ اللي فيها كلمات كتير عشان تعد عليك كلمات. يبقى to sum up و at the end. كل الكلام ده معناه اخيرا.
بس احفظ اللي فيهم كلمات اكتر. قشطه قشطه ماشي. طيب يبقى زي ما انت شايف هنا انا عايز انهي بقى، هقول له تو سم اب للنهايه. ماشي، هكتب ايه يا مستر في الكونكلوجن؟ اختم بايه؟ اختم بالثيسز. نعم، يعني انا هاخد الثيسز من فوق هكتبه تحت، بس مش هو مش كوبي بيست. عشان لو تفتكر كده في الفيديو اللي فات بتاع الرايتنج سكيلز اللي انا كنت بحل لك فيه الاسئله بتاعت الرايتنج، كنت بقول لك الكونكلوجن هو حاجه واحده بس، restate the thesis او re-explain the thesis. ادي سؤال اهو، سؤال بدرجتين يا نجم. حوش الحاجات دي. يبقى انت يجي يقول لك هو الكونكلوجن ده should contain what، لازم يحتوي على ايه؟ يحتوي على ايه بقى؟ يحتوي على ان انت to restate the thesis again، او re-explain the thesis again، او paraphrase the thesis again. كل الكلمات دي تنفع في الاختيارات، فبالتالي انت بتعمل اعاده صياغه للثيسز تحت في الكونكلوجن. طب يا مستر هو الثيسز فوق كان ايه؟ مش انت كتبت الجمله بتاعت advantages and disadvantages of social media؟ طيب ما تكتبها لي تحت بس بطريقه ثانيه، هي بس بطريقه ثانيه. to sum up everything. بص بقى اللي انا عايز اختم بيه بقى. to sum up عشان ننهي او نقول خلاص في النهايه، everything in life او in our life has advantages حلو and disadvantages. تمام كده، كل حاجه في الحياه ليها مميزات وعيوب. ماشي. so the thing، الشيء ده applies to social media، الشيء ده بينطبق على السوشيال ميديا. but we need to، طيب الشيء ده بينطبق على السوشيال ميديا but we need to ايه بقى؟ we need to benefit. ماشي، benefit يا مستر. طيب benefit ايه بقى؟ from social media. حلو، يعني ان احنا ناخد الحلو and avoid its، وavoid نتجنب عندك في المنهج its disadvantages، ونتجنب عيوبها. شفت الجمال يا باشا؟ شفت الجمال؟ يبقى انت بتعمل ريستيت للثيسس تاني بطريقه تانيه. هو ده الكونكلوجن. طب اقرا لك to sum up everything in our life has advantages and disadvantages, so the thing applies to social media but we need to benefit from social media and avoid its disadvantages. نتجنب عيوبها وناخد مميزاتها. اللي انت فوق قلت انا هتكلم على مميزاتها وعيوبها. ادي يا باشا الرايتنج. كل حصه عندنا في السنتر، كل حصه عندنا اونلاين على منصه اديور لازم مقالي. اكتب لي عن الموضوع ده، انا عايز اشوفك. طب يا مستر انا اكتب ايه؟ انا معلم الناس. طب اعمل ايه؟ اعمل لي مايند ماب واكتب لي هنا الموضوع وطلع لي منه. طب يا مستر ما الموضوع سلبيات بس، طلع منه سلبيات بس. ده اسمه البرين ستورمينج ستيج، مرحله العصف دي. طلع افكار. طب يا مستر ده ايجابيات بس، طلع منه ايجابيات. اقعد كده 5 دقائق كده، انت فاهم؟ قعد التجلي كده اللي هو انت فاهم، قاعد عامل كده. ماشي، ممكن مميزات، اعمل كده. ماشي. فبالتالي ده السوشيال ميديا، او ده الموضوع على السوشيال ميديا، او الرايتنج بيتكتب ازاي. يبقى ده الكونسبت او المين ايديا بتاعت الرايتنج، انك لازم تعمل الموضوع ده. ده كل حاجه في الرايتنج. انت عندك بودي، عندك اول حاجه عندك انترودكشن، عندك بودي، عندك كونكلوجن. طيب how many paragraphs؟ at least minimum 3 اللي هو introduction وبودي وكونكلوجن. ده at least. طب عايز اكتب 2 بودي، اكتب يا عم. عايز اكتب 5، اكتب اللي انت عايزه، المهم ما يقلش عن 3. ادي introduction 1، ادي بودي 2، ادي conclusion 3.
ما تنساش الترانزيشن ووردز مهمه جدا اللي هي moreover, furthermore, however, in addition اللي هي بالاضافه الى، moreover بالاضافه الى، however ورغم من ذلك، although, despite، وكل الكلمات دي في المذكره في الملزمه بتاعت المراجعه. فبالتالي الحاجات دي انا عايز اقول لك، انا بقول لك اهو الحاجات دي بتعلي الرايتنج بتاعك جدا. ده بيوري القارئ انك فاهم وعارف تكتب بينما، عندما، وهكذا. فده مهم جدا جدا. ماشي، اقول لك جدا تاني. ماشي يا عم. يبقى ده الرايتنج. انا عايز اقول لك لو عديت هتلاقيهم اصلا معدين ال 180 او 200 بس، خلاص بقى اللي اتمسح تمام. وده كافي ووافي انك والله تاخد 6 من 6 في الرايتنج. وان شاء الله باذن الله بعد ال 70 سؤال اللي احنا حليناهم في الفيديو اللي فات بتاع الرايتنج سكيلز 12 درجه في جيبك يا محترم. 12 درجه. تستهونش، عايزك تقفل. الدنيا سهله اهي. ماشي. فده الرايتنج. امشي على البلان دي واكتب مقال ابعتهولي، اكتبه في الكومنت وانا هصحح لك الميستيكس بتاعته. في احلى من كده يا عم؟ اي خدمه. بنروح على حبايبنا اللي في اليوتيوب. عوزت اي سؤال في الرايتنج ابعت لي. انا مستر مش عارف اكتب، انا مستر وقفت هنا، عطلت هنا. بس صدقني لو مشيت زي ما انا مشيت كده مش هتقف قدامك حاجه. ولو تلاحظ ان انا اخترت كلمات من المنهج بتاعك، ما اخترتش كلمات جديده، ما جبتش كلمات اللي هي C1 ولا C2 ولا حاجات advanced and so on. not. انا جبت لك حاجات سهله جدا. تمام. ان شاء الله خير باذن الله. لو احتجت اي حاجه ابعت لي باذن الله. اشوفك في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.